فيلم أكوامان. بطل بيحارب أخوه عشان يمنعه من تدمير عالم البشر وبيستعيد بعدها ملكه المسلوب منه. فيلمنا بيبتدي في سنة 1985 وبنشوف توم حارس المنارة اللي بيكتشف إن في بنت حلوة جدا مغمى عليها على الشاطئ. توم خد البنت دي للبيت بتاعه عشان يعالجها، ولما البنت فاقت قالت له إنها ملكة مدينة أطلانتس الأسطورية وإن اسمها أطلانتا. أطلانتا هربت من أطلانتس لأنهم كانوا عايزين يجبروها على الجواز من الملك أورفيك، وهي ما كانتش بتحبه، فتوم سمح لها إنها تعيش معاه. ومع الوقت الاتنين حبوا بعض وخلفوا ولد اسمه أرثر. أطلانتا كان عندها أمل كبير في أرثر وكانت عايزاه يوحد أهل أطلانتس مع أهل السطح. توم وأطلانتا كانوا عايشين حياة سعيدة مع بعض لحد ما جه يوم وهجم عليهم جنود من أطلانتس. الجنود دول حاولوا يجبروا أطلانتا إنها تستسلم وترجع معاهم للمملكة، بس أطلانتا رفضت ودخلت في معركة مع الجنود وقتلت كل الجنود اللي كانوا موجودين. بعدها أطلانتا قررت تروح أطلانتس بنفسها لأنها كانت عارفة إن أهل أطلانتس مش هيهدوا غير لما يرجعوها ويجوزوها لأورفيك، فقررت تبدأ هي بالسلام عشان تبعد ابنها وزوجها عن الخطر. بعد سنين كتير أرثر دخل المدرسة الابتدائية والأطفال كانوا طالعين في رحلة، وهناك في شوية من زمايله كانوا بيضايقوه، بس فجأة ظهرت سمكة قرش من حوض السمك واندفعت ناحية الطلاب دول بقوة لدرجة إنها كسرت إزاز الحوض المدعم. بس لحسن الحظ أرثر قدر إنه يسيطر عليها، والكائنات البحرية اللي في الحوض وقفوا كلهم وراه في صف واحد. وطبعا كل اللي كانوا واقفين كانوا مستغربين من قدرات أرثر وسموه أكوامان من وقتها. بيتغير المشهد بعدها وبنشوف ان أرثر كبر ووصل لمرحلة المراهقة، وبنشوف ان أطلانتا بعتت له المستشار بتاعها اسمه فولكو لأنها كانت بتثق فيه، وبرضه عشان يعلم أرثر ازاي يتحكم في قوته ويعرف يسيطر عليها. فولكو علم أرثر حاجات كتير من ضمنها السباحة بسرعة والقتال بالرمح. وعلى الرغم من ان والدته كانت من سكان أطلانتس إلا انه كان بيكره أطلانتس جدا لأنه عرف ان أهلها أعدموا والدته لأنها كانت على علاقة مع واحد من سكان السطح اللي هم البشر يعني. بيتغير المشهد بعدها وبنطلع سنين قدام وبنشوف شويه من القراصنه وهم بيسرقوا غواصه تبع البحريه الروسيه، والقراصنه دول كانوا تحت قياده كاين وابنه ديفيد. في الاول الخطه كانت ماشيه زي الفل، بس بعدها في حاجه جت وخبطت الغواصه بقوه شديده، والخبطه دي خلتهم يخافوا جدا. بنكتشف بعدها ان ارثر هو اللي خبط الغواصه. ارثر كبر حاليا وبقى راجل قوي يعتمد عليه، وجه الغواصه دي عشان ينقذ الطاقم بتاعها من الاشرار. اول ما ارثر دخل الغواصه طحن القراصنه بكل سهوله، وجه ديفيد بعدها وحاول انه يتقاتل معاه، بس أرثر كان أقوى منه بمراحل لدرجة إن السيف ما كانش بيخترق جلده. كاين جه بعدها وحاول إنه يساعد ابنه وضرب أرثر بقنبلة مقذوفة، وبالرغم إن القنبلة أصابته إصابة مباشرة إلا إن أرثر كان سليم ومن غير ولا خدش، ومسك حديدة بعدها ورماها بقوة على كاين ولزقه في جدار الغواصة. أرثر مشي بعد ما هزم القراصنة، بس وهو ماشي كاين ضرب قنبلة تانية عليه، وساعتها أرثر تفادى القنبلة دي وجت في جدار الغواصة وخرمتها، وده خلى المية تملى الغواصة. مش كده وبس، ده في توربيت صاروخ مائي واقع على رجل كاين فرمها. ديفيد اتحايل على أرثر عشان ينقذ والده، بس أرثر ما سألش فيه لأنهم ناس أشرار وده جزائهم المناسب، وسابهم بعدها ومشي. كاين طلب من ابنه ديفيد إنه يسيبه ويهرب هو، وسحب قفل الأمان لوحده من القنابل اللي كانت معاه، وساعتها ديفيد مشي بس قرر ينتقم من أرثر على اللي عمله مع والده. في نفس الوقت في قاع المحيط الأطلسي كان في ملكين، واحد اسمه أورم والتاني اسمه نيريوس. الاتنين كانوا حكام مملكتين مختلفتين من سكان المحيط، وكانوا عاملين اجتماع في مكان اسمه تجمع الملوك السبعة. وبنعرف ان في وقت من الاوقات الممالك السبعة كانوا متوحدين تحت حكم ملك اسطوري اسمه إدلين. وبنعرف بعدها ان الملك أورم هو اخو أرثر الغير شقيق، وده لان والدته هي الملكة أطلانتا ووالده الملك أورفيك. أورم كان بيضغط على نيريوس عشان يوحد الممالك من تاني عشان يستغلوا قوتهم في القضاء على سكان السطح، وده لأنهم خربوا المحيط بتاعهم ولوثوه بسبب مخلفات مصانعهم. نيريوس حذر أورم من اللي هو عايز يعمله ده، وقال له إن مملكة براين وغيرها من الممالك مش هيسلموا له بسهولة. ده غير إن في إشاعة بتقول إن والدته أطلانتا كانت على علاقة مع واحد من سكان السطح وكمان خلفت منه. وفجأة جت غواصة وضربت الاجتماع بتاعهم بتوربيت صاروخ بحري، وساعتها نيريوس اتصاب، بس أورم اتصرف ودمر الغواصة بسهولة. والهجوم ده كان حافز قوي عشان نيريوس يقتنع بالهجوم على سكان السطح. بنكتشف بعدها ان ديفيد هو اللي هجم عليهم عشان ينتقم لوالده، وساعتها في جنود من اطلانتس راحوا له وقالوا له ان اكوامان مش واحد منهم، وادوا له بعدها شويه ذهب كعربون صداقه بينهم. في نفس الوقت ارثر رجع والده من الحانه لانه ما كانش في وعيه، وبعدها ظهرت قدامه واحده من سكان اطلانتس اسمها ميرا. ميرا كانت خطيبه اورم وطلبت من ارثر انه يرجع معاها للمملكه عشان يوقف اخوه عن اللي عايز يعمله، وقالت له كمان انه الوريث الشرعي للعرش والحكم ده من حقه، بس ارثر رفض يروح معاه ووعدها انه هينتقم من اطلانتس بسبب اللي عملوه في والدته. في طريق الرجوع ارثر حس بحاجه غريبه، وخصوصا لما شاف شويه من الطيور جايين بسرعه من ناحيه البحر، وفجاه ظهرت موجه تسونامي عملاقه شالت كل حاجه في طريقها.
أرثر حاول إنه يهرب من الموجة دي، بس للأسف الموجة طالت عربيته وفصلته عن والده. بس لحسن الحظ ميرا ظهرت في الوقت المناسب وأنقذتهم وخرجت المية بعدها من جسم والده. أرثر شكرها على اللي عملته، بس ميرا قالت له إن دي البداية وفي كوارث أكتر هتحصل. وفعلا تاني يوم الأخبار قالت إن الموجة اللي حصلت امبارح قتلت مئات من الناس، وكمان خرجت كل الزبالة اللي كانت في المحيط ورجعتها الشاطئ تاني. وكنتيجة للي حصل أرثر وافق إنه يروح مع ميرا عشان يوقف أخوه عند حده. الاتنين وصلوا بعدها لأطلانتس، وبنعرف بعدها إن ميرا تبقى بنت الملك نيريوس. أرثر كان مبسوط جدا بالمناظر الجميلة اللي هو شايفها، لأن دي المرة الأولى اللي يزور فيها أطلانتس. وميرا خدته بعدها المكان سري عشان يقابله فولكو. فولكو قال لأرثر إنه لازم يرجع العرش بتاعه من أخوه بالقوة، لأن أورم بيخطط إنه يهاجم سكان السطح بمساعدة مملكتين تانيين. وكمل كلامه وقال له الطريق الوحيد عشان ترجع العرش بتاعك من تاني هو إنك تلاقي الترايدنت، وده سلاح قديم وقوي صنعه الملك إدلين بنفسه، واللي بيمتلك الترايدنت بيحكم مخلوقات المحيط كلها. فولكو حكاله عن تاريخ أطلانتس وقت اتحاد الممالك السبعة، وقال له إنهم كانوا متقدمين جدا، بس تقدمهم ده خلاهم مغرورين وطموحين زيادة عن اللزوم. وبعدها انقلب السحر على الساحر. التكنولوجيا بتاعتهم خرجت عن السيطرة وغرقت مدينتهم، بس مع الوقت قدروا إنهم يتطوروا ويكيفوا مع المية. والملك إدلين اختفى من ساعة الحادثة ومحدش عارف عنه حاجة. فولكو وراله بعدها حتة من الآثار الفريق بتاعه لقاها وهما بيدوروا في المملكة الصحراوية، وقال له إن الأثر ده عبارة عن سجل قديم فيه مكان قبر الملك إدلين، ولازم أرثر يستخدمه عشان يلاقي سلاح الترايدنت. فجأة بيحصل انفجار كبير وبيدخل جنود أطلانتس عليهم، بس لحسن الحظ فولكو وميرا قدروا إنهم يهربوا قبل ما الجنود يشوفوهم، لأنهم لو اتشافوا مع أرثر هيتحاكموا بتهمة الخيانة. أما أرثر فوقف وهاجم الجنود. المشكلة بقى إنه كان في أطلانتس، يعني كل الأسلحة هتأثر فيه بقوة. بيدور قتال عنيف بين أرثر والجنود، بس في النهاية القطرة بتغلب الشجاعة والجنود بياخدوه بعدها للملك أورم. في المشهد اللي بعده بنشوف أرثر مربوط بسلاسل زي الحيوانات، وبعدها بيدخل عليه أخوه أورم وبيهينه. في اللحظة دي أرثر بيتضايق وبيهجم عليه، بس ما بيقدرش يوصله بسبب السلاسل. أورم اتكلم بعدها وقال لأرثر إن سكان السطح بيدمروا المحيط ولازم يتعاقبوا على اللي بيعملوه ده، بس أرثر بيقول له أنا ما يهمنيش كل ده، وعلى جثتي إن الحرب دي تحصل. أرثر خدته الشجاعة بعدها وتحدى أخوه أورم على العرش، اللي هيكسب هيبقى الملك ويتصرف في موضوع الحرب ده زي ما هو عايز، أما اللي هيخسر مش هيتكلم في موضوع الحكم ده تاني. ساعتها أورم قبل التحدي بسعادة كبيرة وقال له إنه هيتقاتلوا في حلبة النار. قبل المعركة أرثر عرف إن ميرا تبقى خطيبة أخوه، والموضوع ده ضايقه جدا. بصراحة أنا اتضايقت له. بعدها أرثر واجه أخوه في حلبة النار وسط جمهور كبير من شعب أطلانتس، وهناك الجمهور شتموه واعتبروه دخيل عليهم وخاين، وابتدى القتال بعدها والاتنين بدأوا يطحنوا في بعض. في الأول القوتين كانوا متقاربين وأرثر جات له فرصة إنه يقتل أورم، بس أورم لحق نفسه في اللحظة الأخيرة. بعدها أورم كسر رمح أرثر وقدر إنه يهزمه، بس قبل ما يقتله ميرا اتدخلت في آخر لحظة وأنقذته، وبكده ميرا تبقى ضحت بنفسها وبسمعتها عشان خاطر أرثر. أورم وجنوده جريوا ورا ميرا وأرثر ونجحوا إنهم يوقعوا المركبة بتاعتهم في الحمم البركانية، بس ميرا وأرثر خرجوا في آخر لحظة قبل ما المركبة تتدمر، وقابلوا بعدها مجموعة حيتان. أرثر كان بيعرف يتكلم لغة الحيتان، وعشان كده طلب من واحد منهم إنه يخبيه ببقه عشان يهربوا من أورم وجنوده. بعدها أورم شاف المركبة بتاعتهم وهي بتغرق في الحمم البركانية وفكر إنهم ماتوا معاها. بعدها الاتنين انطلقوا للبحث عن المملكة الصحراوية اللي فولكو قال لهم عليها عشان ياخدوا الترايدنت بتاع الملك إدلين. وبنكتشف بعدها إن الصور اللي في إيد ميرا أداة لتحديد الموقع، وساعتها أورم بيعرف مكانهم وبيبعت وراهم أحسن جنوده عشان يقتلوهم. نيريوس هدد أورم إنه هيفسخ التحالف اللي بينهم لو أذى بنته، وساعتها أورم خطط لحاجة تانية. في المشهد اللي بعده بنشوف جنود من أطلانتس وهم بيدوا أسلحة ودروع لديفيد. السلاح كان عبارة عن مسدس بلازما وكان بيشتغل بالمية، بس كان سلاح فتاك. ديفيد قبل الهدية بسعادة شديدة لأنه دلوقتي عنده الأدوات اللازمة عشان ينتقم من أرثر، وبعدها رجع للبيت عشان يطور من الأسلحة اللي الجنود اداهاله. بنشوف بعدها إن ميرا قدرت تحدد مكان المملكة الصحراوية، وساعتها نطت من الطيارة بدون باراشوت لأنها ما تعرفش حاجة عنه، وأرثر اتهور هو كمان ونط وراها. في الأول الاتنين ما قدروش يوصلوا لحاجة، بس فجأة أرثر وقع في حفرة في وسط الرمل. الحفرة دي ودتهم للمملكة اللي كانت مدفونة تحت الرمل، وهناك لقوا حاجة مدورة عاملة زي الترابيزة بس كانت مليانة تروس. ميرا استخدمت الأثر اللي فولكو اداه ليهم وحطته في مكان في وسط الترابيزة، بس مفيش حاجة حصلت. وساعتها ميرا استنتجت إنهم لازم يستخدموا المية، فخدت شوية عرق من على جسم أرثر وحطته على الأثر، وساعتها ظهر تسجيل ثلاثي الأبعاد للملك إدلين نفسه. الملك إدلين قال لهم على شوية أدلة تدلهم على سلاح الترايدن. الرسالة كانت كالآتي: لو عايز تلاقي الرمح الأسطوري لازم تروح لنهاية العالم وتدور في البحر المخفي، وعشان تلاقي البحر ده لازم تبص من خلال الإزازة. الملك الحقيقي بس هو اللي يقدر يشوف مكان البحر. بعدها خرجت إزازة من قدام التمثال وكان جواها خريطة. أرثر وميرا خدوا الإزازة بسرعة ومشوا.
الخريطة دلتهم على مكان معين في إيطاليا، بس لما راحوا هناك ما قدروش يحلوا باقي اللغز. وساعتها أرثر افتكر كلام إيدلين، الملك الحقيقي بس هو اللي يقدر يشوف، فبدأ يدور في تماثيل أبطال اليونان اللي حواليه وتعرف عليهم واحد واحد، واستنتج بعدها إن روميلوس هو الوحيد اللي كان ملك في يوم من الأيام. وفعلا أرثر حط الإزاز على التمثال وقدر يحدد مكان واجهتهم الجاية، البحر المخفي. فجأة حصل انفجار شديد جدا والاتنين طاروا، وبنكتشف بعدها ان ديفيد هو اللي هجم عليهم مع جنود أورم. أرثر واجه ديفيد، بس ديفيد كان مجهز نفسه كويس بالأسلحة الجديدة اللي معاه وقدر يجرح أرثر بسهولة. ديفيد كان ليه الأفضلية وكان هيقتل أرثر، بس لحسن الحظ حصل خلل في نظام البدلة بتاعته والبدلة اتدمرت. في نفس الوقت ميرا قدرت تهزم جنود أطلانتس بعد ما اكتشفت انهم ما يقدروش يتنفسوا على السطح، وراحت بسرعة على أرثر لأنه كان مصاب إصابات خطيرة. أرثر قال لميرا إنهم كانوا متراقبين بسبب السوار بتاعها، وساعتها ميرا خلعت السور وكسرته. بعدها بنشوف ان ارثر وميرا خدوا سفينه واتحركوا على البحر المخفي، بس في وسط البحر حصلت عاصفه شديده جدا وخرجت من البحر مخلوقات مخيفه وهجمت على السفينه بتاعتهم. في الاول ارثر وميرا حاولوا يواجهوهم، بس المخلوقات دي كان عددهم كبير جدا فاضطروا انهم يستخبوا جوه السفينه. ارثر ولع شعله ضوئيه واكتشف ان المخلوقات دي بتخاف من الضوء، وساعتها ولع عدد اكبر ونط في الميه هو وميرا عشان يدوروا على سلاح الترايدنت. وبنكتشف بعدها ان المكان ده هو مملكه الترانش. الترانش كانت مخلوقات بدائيه ومتوحشه، وده كان المكان اللي والدته اتعدمت فيه. اول ما الاتنين نزلوا الميه ظهر ملايين من مخلوقات الترانش وحاولوا انهم ياكلوهم، بس لحسن حظهم ظهر مصدر ضوئي قوي منع مخلوقات الترانش من التقدم. ارثر وميرا اتفاجئوا لما عرفوا ان مصدر الضوء ده عباره عن عاصفه رعديه موجوده تحت الميه، وساعتها ما كانش قدامهم حل غير انهم يدخلوها، بس التيار كان قوي جدا وميرا اتحدفت بعيد واغمى عليها في الميه. في اللحظه دي ظهر وحش بحري عملاق وحاول انه ياكلها، بس لحسن الحظ في شخص مجهول انقذها. اما ارثر فقدر انه يعدي العاصفه بنجاح ووصل للبحر المخفي اللي كان في رساله ادلين. وبنكتشف بعدها ان الشخص المجهول اللي انقذ ميرا يبقى اطلانتا والده ارثر، وارثر بيتفاجئ لما بيشوف والدته وبيحضنها. اطلانتا قالت لارثر انها قدرت تعدي العاصفه لما اهل اطلانتس رموها للترانش عشان ياكلوها، ووصلت هنا من 20 سنه ولسه عايشه في المكان ده لحد دلوقتي. وبعدها دلته على مكان سلاح الترايدنت. الملك ادلين كان مخبي الترايدنت ورا شلال مايه، بس كان سايب وحش اسطوري عملاق عشان يحرسه، والوحش ده كان اسمه الكراكن. الكراكن كان قوي جدا لدرجه ان مفيش اي حد قدر انه يعديه على مر السنين اللي فاتت دي كلها، بس ارثر كان مصر ونط في الميه عشان يجيب سلاح الترايدنت. ارثر لقى الترايدنت في ايد جثه ادلين، بس لما راح عشان يجيبه ظهر قدامه الكراكن. ارثر حاول اكتر من مره انه يوصل للترايدنت، بس الكراكن كان قوي جدا وسريع لدرجه ان ارثر كان عامل بالنسبه له زي الحشره. الكراكن كان هيقتل ارثر، بس ارثر استخدم قوته للتواصل مع الكراكن وقدر انه ينقذ نفسه في اخر لحظه. الكراكن كان مندهش ان في حد قدر يفهم لغته، وده لان مفيش حد تواصل معاه قبل كده الا الملك ادلين نفسه. وساعتها سمح لارثر انه ياخد سلاح الترايدنت، وبحصول ارثر على الترايدنت يبقى سيطر على المحيط كله. في نفس الوقت اورم قدر يوحد 3 ممالك تحت قيادته وكان بيستعد لغزو المملكه الرابعه مملكه براين. اورم كان عايز يجمع اكبر قوه ممكنه عشان تساعده في القتال ضد البشر، بس مملكه براين رفضت الخضوع ليه وقررت تحاربه. المعركه كانت شديده بين الاثنين، اورم جيشه كان اكبر واقوى ومملكه براين كانت بتقاتل بشجاعه، بس مع الوقت اورم كسب المعركه وكان هيقتل ملك مملكه براين. بس في اخر لحظه ظهر اكوامان وفي ايده ترايدنت، وكمان ظهر معاه كراكن وهاجم جيش اورم. ارثر كان بيتحكم في كل المخلوقات البحريه بما فيهم مخلوقات الترانش المتوحشه، وساعتها قلب الكفه على اورم وهزم جيشه بمساعده الكراكن والمخلوقات البحريه. بعدها ارثر واجه اخوه اورم من تاني، بس المره دي واجهه على السطح عشان تكون ليه الافضليه وبدا القتال بينهم. المعركه المره دي كانت اشد من المره اللي فاتت وكل الملوك كانوا شاهدين عليها وعلى قوتها. المعركه طالت بين الاخين، بس ارثر استخدم الحركات اللي فولكو علمها له وقدر انه يهزم اخوه اورم، وبكده بقى ملك اطلانتس الشرعي بدون اي شك. بعد القتال اورم طلب من ارثر انه يقتله، بس ارثر ما عملش كده وقال له انه مش هيقتل اخوه. وظهرت اطلانتا بعدها وطلبت منهم يوقفوا القتال. اورم اتاثر اول ما عرف ان والدته لسه عايشه، بس فولكو ظهر بعدها وامر بسجن اورم لانه كان ديكتاتوري وعمل جرائم كتير. بعدها ارثر بقى ملك اطلانتس والممالك السبعه كلها بقت تحت قيادته، والشعب اعترف بيه على انه الوريث الشرعي والملك الشجاع. واطلانتا اجتمعت تاني مع توم والد ارثر وحب حياتها. وفي آخر مشهد في الفيلم بنكتشف إن ديفيد لسه عايش، وبنعرف إن في عالم أنقذه والعالم ده كان مهووس بقصة أطلانتس، وساعتها ديفيد وعده إنه يوصله لأطلانتس لو العالم ده ساعده عشان يعرف شخصية أكوامان الحقيقية. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تتابع كل الأفلام الجديدة. سلام يا صديقي.